أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الأعزاء ضيفاتنا العزيزات. اليوم بنعمل لكم أكلة مشهورة في اليمن وخاصة في عدن، اللي هي المطفاية، اللي هي تتكون من سمك. نجيب معنا السمك يفضل استخدام سمك الديرك أو الكنعد يسموه. نضيف له ملح وبهارات مشكلة، وأيضا بابريكا وليمون، فقط هذه الحاجات. لازم نضيف كمية مناسبة من البهارات، يعني حسب ما تحبون. نضيف الليمون كمان، الليمون اختياري بس يعطي نكهة حلوة للسمك. نتأكد انه البهارات متوزعة والملح بشكل متساوي على السمك، وبعدين نقلب السمك ونسويها بالجهة الثانية. طبعا الوالدة الله يحفظها تساعدنا في هذا الفيديو. وبعد ما بهرنا السمك من الجهتين يكون جاهز للقلي. طبعا يسخن الزيت، يكون ساخن، ونحط السمك. لازم تنتبهوا لأن الزيت ساخن جدا. طبعا نحط الزيت ونغطي عليه ونخليه لما ينضج. بعد ما ينضج السمك من جهة نقلبه حتى ينضج من الجهة الثانية. لاحظوا هنا جودة السمك البيرك أو الكنعد، يعني السمك طازج في اليمن حلو جدا. كما تلاحظون السمك الأول خلص نضج معانا، نضيف السمك اللي بعده كله لما نخلص من السمك. وبعدين لما ننتهي من قلاية كل أنواع السمك ننتقل للخطوة التالية للمطفاية. طبعا هذا السمك تقدروا تاكلوه مع الرز الآن كذا مقلي، تاكلوه لحاله مع خبز لذيذ جدا. بالنسبة للخطوة التالية للمطفاية، نضيف زيت وبصل. نقلي البصل حتى يكون معنا بني أو ذهبي. نضيف مع صلصة، تقريبا ملعقة كبيرة من الصلصة. ولما تبدأ الصلصة كده تنضج معانا نضيف بسباس عدني أو بسباس أحمر. بحط لكم الرابط تحت عشان تشوفوا طريقة البسباس العدني. وبعدين نضيف ماء ساخن، نخلي كذا الخليط ينطبخ على نار هادية. نضيف له أيضا بسباس أو سحاوق، بحط لكم كمان الرابط تحت في الوصف. نضيف بهارات وملح. بعدين نحط السمك اللي قليناه في الخطوة الأولى. تلاحظوا شوف كيف معنا الخليط صار سميك شوية. وهنا نحط كبزرة وبسباس أخضر، ونغطي عليه نخليه ينطبخ شوية. وهذه هي أكلة المطفاية، بالعافية عليكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، أو نراكم في فيديو تالي. إلى اللقاء.